طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية. الإريتريون في جنوب السودان وكينيا يحتفلون بعيد الاستقلال. اختتام مهرجان طلاب كلية الهندسة وعلوم التقنية. بوتين يهدد بنشر صواريخ على مسافة قريبة من القرب. روسيا تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة لبوركينا فاسو. طهران تدين قرار الوكالة الدولية الذرية الذي تتبناه بعض الدول. من العناوين إلى التفاصيل. التقى الرئيس إسياس أفورقي في سيول أمس رئيس كوريا الجنوبية يون سونغ يول. وهن الرئيس يون بمضي 30 عاما من تأسيس العلاقات الإريترية الكورية الجنوبية، مؤكدا الاستعداد لمواصلة ودفع العلاقات الثنائية. وشكر الرئيس إسياس أفورقي بحسن الاستقبال والضيافة، وقال أن المتغيرات التي يشهدها العالم هي مرحلة انتقالية إلى نظام عالمي جديد، وأن المبادرات لتوطيد العلاقات في الوقت الذي تنتقل فيه إلى النظام العالمي الجديد هامة لخلق فهم ورؤى مشتركة حقيقية لإجراء الإصلاحات، موضحا إذا أريد إقامة شراكة بين كوريا الجنوبية وأفريقيا يجب أن تبنى على أرضية متينة. وأثار الرئيس إسياس أفورقي سؤالا بأن أفريقيا هل هي مستعدة للشراكة وتوطيد الروابط حاليا، وأن قبول هذا الواقع بعيد عن الحقيقة، ذلك لأنه لا يتحقق دون الخروج من الاتكالية الاقتصادية وخلق الاستقرار السياسي. ويجب على أفريقيا إذا أريد تطوير الشراكة المتوازنة تطوير صناعاتها بالخروج من تصدير المواد الخام والوصول إلى مستوى كوريا الجنوبية. وذكر يجب التعرف على كل مجال التعاون وتنظيمه ووضع الآلية المفصلة التي ستؤخذ الوقت وتوصل إلى اتفاق لتقديم هذه النقاط على شكل وثيق. وأوضح الرئيس إسياس أفورقي أن منتديات الشراكة الجارية في كوريا الجنوبية والدول الأخرى مع أفريقيا تبرز أهمية أفريقيا في النظام العالمي القادم، مشددا بأن فرصة كبيرة هامة لتقوم أفريقيا بدورها الكامل على المستوى العالمي. وكان الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له الذي يضم وزير الشؤون الخارجية سيد عثمان صالح قد شارك في اجتماع قمة كوريا الجنوبية أفريقيا يوم 4 يونيو. احتفل الإريتريون المقيمون في واو بجنوب السودان ومومباسا بكينيا بالذكرى 33 لاستقلال البلاد. وقال سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلميكيل في الحفل الذي أقيم في واو يوم 2 يونيو وشارك فيه عدد كبير من الإريتريين ومسؤولو جنوب السودان، قال أن استقلال إريتريا وتأمين سيادتها تحقق بتضحيات باهظات للأجيال، ودعا كل مواطن إلى لعب دوره في المرحلة الجديدة من بناء الوطن. وأوضح رئيس الجالية الإريترية في واو السيد سلومون كحساي أن أعضاء الجالية على استعداد دائم للإيفاء بكل متطلبات المرحلة. وأوضح مسؤول إدارة مدينة واو في المناسبة أهمية تعاون الشعبين للدفع بعلاقات البلدين. أحيت الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا عرضا فنيا في الاحتفال، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة التراث في جنوب السودان. وقام الإريتريون في واو يوم 31 من مايو كجزء من الاحتفالات بحملة نظافة ومسيرة إعلام في السيارات. وأوضح سفير إريتريا في كينيا سيد بين الرؤوسون في الاحتفال المنظم في مومباسا بتعاون السفارة الإريترية في كينيا والجالية الإريترية في مومباسا عزت ومضمون 24 من مايو. وقال الرئيس الجالية الإريترية بالإنابة السيد داوود حقوس أن على جميع الإريتريين تقوية التصدي من أجل وطنهم وهويتهم. واختتم الاحتفال ببرامج فنية وثقافية متنوعة. اختتم يوم 4 و5 من يونيو مهرجان طلاب كلية الهندسة وعلوم التقنية في ماي نفحي 11.
وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي في المناسبة أن الحدث السنوي يعد مناسبة مهمة لطلاب الشباب لتعزيز وحدتهم وتطوير معارفهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية وتوريث القيم الوطنية. وذكر تنظيم مسابقات في إطار المهرجان من الأول من أكتوبر من العام 2023 وحتى الأول من يونيو من العام 2024 في التعليم والرياضة والثقافة وعروض الصور والمواد ومنتجات الابتكار والصناعية وعروض الأزياء التراثية والحديثة والألعاب التراثية. وقال عميد كلية العلوم في ماينفع البروفيسور جبرايا دحنو وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الدكتورة رايا زراعي أن المهرجان له الكثير من المزايا. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمدين في المناسبة أن تنظيم المهرجان في أيام الاستقلال يحمل مسؤولية أكبر داعيا لعكس المعرفة المكتسبة في العمل التطبيقي. وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات والجوائز النقدية على الفائزين في المسابقات. نظم فرع الثروة الحيوانية في إقليم القاش باركا سيمينارا للمزارعين في مديرية أقردة عامة وأصحاب البساتين خاصة حول زراعة الأعلاف والبطاطا. وأوضح مسؤول وحدة تنمية المراعي واللحوم والجلود السيد كبرم تخل مريم أن هدف وأهمية السيمينار المصحوب بدروس عملية للمزارعين بشكل عام وأصحاب الماشية والبساتين بشكل خاص هو الدفع لاتباعهم توجيهات المهنيين في نشاطهم الزراعي. وذكر أنه ينبغي منح اهتمام خاص للبطاطا الحلوة لكونها غذاء عالي والمحتوى إلى جانب أنها علف ممتاز للدواجن. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية أغردة السيد كاستي قبر يوهنس أن زراعة الأعلاف الخضراء ستساعد على تخفيف النقص في الأعلاف وتوفير الغذاء للمواشي. وأوضح المشاركون أنهم أدركوا أن التدريب سيساعدهم على توفير طعام غني ومغذي لحيواناتهم بطريقة أسهل. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال فرع إقليم عنسبة دورة تدريبية ل 133 عامل في مدينة كرن ل3 أشهر. اشتمل التدريب على تقنية الكمبيوتر وإدارة الممتلكات والمحاسبة ومد خطوط الكهرباء والفندقة وتربية الدواجن. وأوضح مسؤول الكونفدرالية في الإقليم السيدة برهان قبرات في مراسيم التخريج في 4 من يونيو أن الدورات التدريبية تنظم لتطوير قدرات العمال بالتعاون مع شركاء وأن مركز التدريب الذي افتتح في كرن يساهم كثيرا في ذلك. وقدم مبلغ مالي ل25 امرأة تدربن في تربية الدواجن لمساعدتهن في بدء العمل. وذكرت منسقة مشاريع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم عنسبة السيدة هو تعافى أن الهدف الكونفدرالية تعمل بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وإدارة مدينة كرن وجهات شريكة أخرى. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى المتدربين لتطبيق عملي للمعرفة التي اكتسبوها وتعاون أصحاب العمل معهم. لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في اندلاع حريق في منزل بحي العدالة في مدينة سني يوم 4 من يونيو. الموتى ضيوف قادمون من عد شاقالة في مديرية قلوج وهم امرأة تبلغ من العمر 67 عاما وفتاة في عمر 28 عاما وطفل بعمر 7 سنوات. وتتلقى صاحبة المنزل مع ابنها العلاج في مستشفى تسني بحروق بليغة. وقال محقق شرطة سني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو عدم إطفاء نار الطهي. وذكر مدير ضاحية العدالة السيد صالح رمضان أن المنزل المحترق مكون من قطية وركوبة وأن اندلاع الحريق في وقت كانت فيه رياح قوية حال دون إنقاذ المتضررين. وأشاد بتعاون السكان لمنع انتقال الحريق إلى المنازل الأخرى ودعا لتوخي الحيطة لوجود حرارة شديدة ورياح في هذا الوقت. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين
إذا سمح لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى. وأضاف بوتين في أول اجتماع مباشر له مع كبار محرري وكالات الأنباء الدولية منذ بدء الحرب في أوكرانيا أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدا على استخدام الأسلحة النووية، وقال أنه لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكرملين. وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو تدرس نشر صواريخ مماثلة طويلة المدى وعالية التقنية قريبة بما يكفي لضرب الدول التي تسمح لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية بمثل هذه الصواريخ. وعندما سئل عن خطر نشوب حرب نووية قال بوتين إن العقيدة النووية الروسية تسمح باستخدام مثل هذه الأسلحة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده سترسل المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى بوركينا فاسو، وذلك لدعم قدراتها الدفاعية ومساعدتها في مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله أنه منذ وصول إبراهيم تراوري للسلطة توطدت علاقات بلدينا وشمل تعاونا مختلف المجالات بما في ذلك تطور العلاقات العسكرية والتقنيات العسكرية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف من بوركينا فاسو التي زارها مؤخرا ضمن جولة إفريقية تشمل النيجر ومالي وغينيا. وكان النقيب تراوري وصل للسلطة في انقلاب عسكري في سبتمبر من العام 2022 وبادر لتعزيز علاقات أوغادوغو بموسكو. وسبق لبوركينا فاسو أن استضافت وحدات من مجموعة باغنر العسكرية الروسية الخاصة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إدانتها القرار الذي تبنته بعض الدول في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، معتبرة أن التصويت على هذا القرار خطوة سياسية غير بناءة واستكمالا للسياسات الفاشلة التي تتخذها بعض الدول الغربية سابقا. بدورها صرحت ممثلة إيران لدى الأمم المتحدة إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذته الدول الغربية كان متسرعا وبعيدا عن الحكمة، مشيرة إلى أنه سيؤثر سلبا على العلاقات الدبلوماسية والتعاون البناء. وفي وقت سابق أصدرت إيران وروسيا والصين بيانا ثلاثيا مشترك بشأن الاتفاق النووي، أكدت خلاله أن بنود خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال سارية. وتزرعت لندن وباريس وبرلين لتبرير مزاعمها بحق طهران بالحاجة الملحة إلى الرد على خطورة الوضع. أقلعت مركبة ستارلينير الفضائية التابعة لشركة بوينغ من فلوريدا باتجاه محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رواد فضاء للمرة الأولى في مهمة من شأنها أن توسع الخيارات المتاحة على صعيد المركبات القادرة على نقل البشر إلى الفضاء. وبعد سنوات من التأجيلات المتتالية وإلقاء محاولتي إقلاع في اللحظات الأخيرة خلال شهر واحد، لابد أن تثبت بوينغ خلال هذه الرحلة التجريبية أن ستارلينر آمنة لاستخدامها في عمليات منتظمة على الرغم من تأخرها 4 سنوات عن سبيس إكس التي توفر مركباتها خدمات نقل لرواد وكالة ناسا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية منذ العام 2020. وقد انطلق صاروخ أطلس 5 وعلى قمته كبسولة ستارلينر من قاعدة كامفيرال في فلوريدا. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس سياس أفورقي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية. الإريتريون في جنوب السودان وكينيا يحتفلون بعيد الاستقلال. اختتام مهرجان طلاب كلية الهندسة وعلوم التقانة. بوتين يهدد بنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب. وروسيا تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة لبوركينا فاسو.
طهران تدين قرار الوكالة الذرية الذي تبنته بعض الدول. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.